عايز تعرف ازاي الحاجات من حواليك بتشتغل؟ How things work؟ ده المعنى البسيط للفيزياء. عايز بقى تشوف الفيزياء ازاي ممكن تكون داخلة في حاجات كتير في حياتك، زي في الموبايل، كمبيوتر، نضارتك، التلفزيون، التلاجة، العربية، عمود النور، إشارة المرور، حركة عضلاتك، حركة الحمض النووي جواك، الليزر، أجهزة التشخيص في الطب، حركة الإلكترونات في الذرة، وكمان الأقمار الصناعية والصواريخ الفضائية. عايز تلاقي تفسير للظواهر العديدة في الكون بتاعتنا زي الجاذبية، الضوء، النجوم، العواصف، الأعاصير، الزلازل؟ طب أقولك، سمعت عن التطبيقات الجديدة في الفيزياء في حاجة مثلا زي تكنولوجيا نانو تكنولوجي؟ وتخيلت مادة زي الجرافين ممكن نعمل منها ايه نستخدمه في حياتنا لما تعرف انها أرفع من الشعراية ب1,000,000 مرة، وفي نفس الوقت 300 مرة أقوى من الحديد، وبتوصل الحرارة والكهرباء كمان. لو كنت بتحب كل ده، فعلم الفيزياء هو اللي انت بتدور عليه. الفيزياء ليها أكتر من معنى، لكن أبسطها هو العلم الذي يدرس المادة والطاقة والعلاقة بينهم. وسبب ظهور العلم ده هو سبب ظهور كتير من العلوم، وهو فضول الإنسان ورغبته دايما في إنه يعيش حياة أحسن. يعني مثلا لما حجر عرف بعض المعلومات عن الطبيعة ساعدته إنه يسيطر عليها ويستغلها، ولما عرف إن الاحتكاك بيولد حرارة عمل النار، ولو درس النجوم والفلك كان هيعرف يمشي في الصحراء بالليل من غير ما يتوه. ولو انت عرفت قوانين الميكانيكا هتعرف ازاي توجه الصاروخ ينزل على عدوك يدغدغه. ده غير عدد لا نهائي من الحاجات اللي تقدر تتعلمها وتعملها. كلمة الفيزياء أصلا جاية من الكلمة اليونانية فيزيس، ومعناها الطبيعة. والفيزياء من أقدم العلوم في تاريخ الإنسان، وبتعتبر أساس لعلوم الطبيعة زي الكيمياء والجيولوجيا وعلم المواد والأحياء والفلك. والفيزياء برضو أساس لمجالات تانية. يعني تخيل إن مجال الاتصالات مثلا، واللي من غيره ما نقدرش نتخيل العالم دلوقتي هيبقى عامل إزاي، اتولد تقريبا كله من البحث في علم الفيزياء. وبعيدا عن كل ده، هتلاقي إن دايما في فايدة مهمة من دراسة الفيزياء، لكن يمكن محدش قبل كده كان بيقولك عليها بصراحة، وهي إنك تدرب وتعود عقلك على التفكير بطريقة منظمة وعظيمة. الفيزياء نقدر نقسمها على وجه التقريب لحاجتين: الفيزياء التجريبية والفيزياء النظرية. وزي ما هو باين من اسمهم، الفيزيائيين بتوع الفيزياء التجريبية هم اللي بيصمموا وكمان بينفذوا التحقيقات في ظواهر الكون. يعني مثلا ممكن يختبروا بيحصل ايه للخواص الكهربائية بتاعة المواد عند درجة حرارة الصفر المطلق، في حين ان في الفيزياء النظرية الفيزيائيين بيحطوا نظريات بتفسر التحقيقات اللي اتعملت دي رياضيا. وبالتالي الفيزياء التجريبية والنظرية حاجتين بيكملوا بعض ومتداخلين مع بعض. وبرضه كان لازم نفرق الفيزياء لحاجتين تانيين: الفيزياء الكلاسيكية والفيزياء الحديثة. الفيزياء الكلاسيكية هي اللي أصولها بترجع لتقريبا 400 سنة فاتت، أيام نيوتن وجاليليو ودراستهم في الميكانيكا، ومن ناحية تانية أمبير وفاراداي وماكسويل وأورستيد من 150 سنة ودراستهم في الكهرباء والمغناطيسية. الفيزياء الكلاسيكية دي بشكل عام بتتعامل مع الأشياء اللي هي ولا حجمها كبير قوي ولا صغير قوي، واللي كمان بتتحرك بسرعات نسبيا قليلة. أما الفيزياء الحديثة فهي ظهرت في أول القرن العشرين مع الإنجازات العظام بتوع أينشتاين ورذرفورد، والكلام في مواضيع زي النسبية والنواة بتاعة الذرات ومواضيع تانية، لحد ما الفيزياء الحديثة دي اتطورت بعد العلماء دول ووصلت للنظرية الكمية في الفيزياء، وهي اللي بتعرف بكوانتم ثيوري. وطبعا مرحلة الفيزياء الحديثة دي مكملة لحد النهاردة، والاكتشافات المذهلة في علم الفيزياء ما بتخلصش. وبناء على التصنيفات دي اللي هي الفيزياء التجريبية والفيزياء النظرية، ومن ناحية تانية الفيزياء الكلاسيكية والحديثة، كان من المفيد جدا يا سيدي تشعيب الفيزياء أكتر كمان إلى عدة مجالات رئيسية، واللي أهمها أستروفيزيكس، الفيزياء الفلكية، Atomic and Molecular Physics، الفيزياء الذرية والجزيئية، Biophysics and Medical Physics، الفيزياء البيولوجية والطبية، Solid State Physics، فيزياء الحالة الصلبة، Optical and Laser Physics، فيزياء البصريات والليزر، Fluid and Plasma Physics، فيزياء المواقع والبلازما، Nuclear Physics، الفيزياء النووية، وParticle Physics، فيزياء الجسيمات. ولو عايز تعرف تقسيمات وفروع أكتر لعلم الفيزياء، ادخل على اللينك ده. وبعد ما عرفت معانا كل التعريفات دي وتقسيمات علم الفيزياء، تعالوا مع بعض في الحلقة اللي جاية نحكي أصل الكلام اللي قلناه ده النهاردة. تعالوا نحكي مع بعض حدوتة الفيزياء وتاريخها العظيم. استنوني.